السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن شيء عظيم ربنا خلقه فينا. تخيل كده ان في عضو في جسمك وزنه مش كتير، لكن تأثيره على حياتك أكبر مما تتخيل. وزنه قد ايه؟ مجرد كيلو ونص تقريبا. وده وزن عقلك، شوية خلايا عصبية متشابكة. بس ده أكتر شيء معقد وذكي في جسمك. عقلك مش مجرد مركز التفكير، ده المدير العام لكل قرار ولكل لحظة وكل إحساس. هو اللي بيخليك تحب وتكره وتنجح وتفشل. ولو فكرت فيها ده مش معقول، صح؟ هل فكرت في يوم من الايام ازاي ربنا خلق فينا حاجه اسمها عقل؟ حاجه بتشغل كل حاجه في جسمنا من غير ما نطلب منها، بتعالج معلومات بسرعه فائقه جدا، وبتتحكم في سلوكنا ومشاعرنا. بقولك لو فكرت في يوم في عظمه الموضوع ده هتحس باحساس مش طبيعي. ده مش مجرد عضو زي اي عضو تاني في جسمك، ده معجزه الهيه، كانك بتتكلم على الكمبيوتر الاكثر تعقدا في العالم، لكن بجمال واتقان رباني مش ممكن يتكرر. تخيل العقل ده رغم ان كل اللي بيعمله بيستهلك حوالي 20% من طاقة جسمك، ايوه زي ما سمعت كده، ومع ذلك بيشتغل بكفاءة اعلى من اي كمبيوتر صنعه الانسان. كل كمبيوتر في العالم محتاج طاقة ومكان وتبريد، لكن عقلك بيعمل كل ده جوه جمجمة صغيرة من غير صوت ومن غير ما يسخن. وده لو مش معجزة الهية تفتكر هتكون ايه؟ ربنا لما خلق العقل ما كانش بس عايزنا نفكر، كان عايزنا نبدع، نحل، نكتشف ونسأل. العقل البشري مش مجرد جهاز بينفذ اوامر، ده أداء خلق وتصميم وبناء. طب ما تيجي نعرف إيه وظيفة العقل وكيفية عمله؟ العقل البشري عبارة عن شبكية معقدة من مليارات الخلايا العصبية، كل فكرة بتطلع من هنا بتحمل معاها مشاعرك وتجاربك وخبرتك القديمة، كل لحظة بتمر بيها بيخزن فيها معلومة. العلماء بيقولوا إن العقل البشري ممكن يخزن حوالي 2.5 بيتا بايت من المعلومات، يعني تقريبا 3 مليون ساعة من الفيديوهات عالية الجودة، يعني 300 سنة لو قررت تشوفهم. أنت متخيل يا مان كل الحجم ده؟ لا ومش بس كده، تعالى ما اقول لك، والاشارات العصبيه جواك بتتحرك بسرعه 400 كيلو متر في الساعه، يعني لما تقرر ترفع ايدك الاشاره بتتحرك اسرع من عربيه فورمولا 1. ده نظام كهربائي كيميائي بيشتغل بدقه ربانيه خرافيه، سبحان الله. والاغرب من كده ان العقل بيتحكم في حاجات احنا مش بنحس بيها، دقات قلبك، تنفسك، حراره جسمك، كل ده بيحصل وانت ساكت. عقلك شغال 24 ساعة في اليوم من غير ما تقول له كلمة. قول لي هنا بقى بذمتك ده مش إعجاز؟ طب تعالوا معايا للسؤال ده، إيه الفرق بين عقلنا وعقل الحيوان؟ لو قارنا عقل الإنسان بعقل الحيوان الفرق مش هيكون في الحجم، الفرق في القدرة على الخلق والتفكير والإبداع. الحيوان بيعيش بالغريزة، لكن الإنسان بيقدر يعيد تشكيلة حياته، يغير بيئته، يحول المستحيل لحقيقة. العقل البشري مش بيتعامل مع الواقع بس، ده بيخترع واقع جديد، بيحول الفكرة لحياة، وده سر التميز اللي ربنا خص بيه الإنسان دون عن غيره. طب ما تيجوا نروح لسؤال تاني. ناس كتير فاكرة إن العقل الباطن ده مجرد حاجة شغالة في الخلفية، لكن الحقيقة هو المسؤول عن 95% من تصرفاتك اليومية. كل عادة عندك، كل خوف، كل ردة فعل جاي من هناك. تخيل إنك مش لوحدك، بتعيش جواك في نسخة تانية منك بيتحكم في قراراتك بدون ما تحس. ولو خفت في طفولتك من حاجة معينة، العقل الباطن ممكن يفضل يخليك تتجنبها طول عمرك حتى لو الموقف اتغير. وده اللي بيخلينا نقول ان العقل الباطن هو السائل الحقيقي وانت مجرد راكب، بس لو فهمته تقدر تغير طريقة حياتك بالكامل. العلم كمان بيقول ان افكارك ممكن تغير كيمياء جسمك. لما تتخيل خوف او موقف مؤلم جسمك بيتفاعل فعليا كانك عايشه، وده يثبت ان العقل الباطن مش بيفرق بين الحقيقة والخيال. يعني تفكيرك مش بس كلام جواك، ده قوة بتغير واقعك. تعالوا نتكلم بقى عن معجزة الله في خلق العقل البشري. عقلك فيه تقريبا 86 مليار خلية عصبية، وكل خلية متصلة بآلاف غيرها، يعني شبكة روابط جوه دماغك أكبر من عدد النجوم في مجرتنا. مش هقدر أقول غير سبحان الله. إزاي كل ده بيشتغل بتناعم من غير ما يحصل خلل؟ ده الإعجاز الحقيقي، صح؟ العلماء بقالهم قرون بيحاولوا يفهموا العقل، بس كل ما يكتشفوا حاجة يلاقوا أعقد منها. ده دليل على إن المعجزة مش مجرد كائن بيولوجي، ده تصميم إلهي فيه حكمة محدش هيقدر يوصلها كلها. لكن المشكلة مش إننا ما نعرفش كل حاجة، المشكلة إننا أحيانا بننسى نحترم النعمة دي، بنستخدم عقلنا في الغلط، بنبرره الشر، أو بنسيبه خامد من غير ما نفكر. وربنا لما ادانا العقل ما كانش علشان نعيش بيه، لكن علشان نرتقي بيه. طب هل العلم قدر يكشف كل شيء؟ مهما وصل العلم لسه مش قادر يفسر كل حاجة عن العقل. إزاي فكرة بتتحول لشعور؟ إزاي ذكرياتك بتعيش جواك كأنها فيلم شغال طول الوقت؟ لسه محدش عارف كل الأسرار، لكن كل اكتشاف بيأكد إن العقل أعظم نعمة ربنا حطها في الإنسان. نيجي هنا بقى للأسئلة التأملية. هل احنا فعلا بنستخدم قدرات عقلنا في الاتجاه الصح؟ هل نقدر نعيد برمجة عقلنا ونعيش من جديد؟ هل أفكارنا ممكن تكون سبب في سعادتنا أو وجعنا؟ طب هل ممكن نتغير بمجرد ما نفهم عقلنا الباطن؟ الخلاصة إن العقل مش مجرد آلة تفكر، العقل حياة بيتنفس جواك، بيخلق، بيهدم، بيبنيك من أول وجديد. جوه دماغك في كون كامل. العقل مش هدية عادية، ده اختبار، إما تستخدمه فتعلى بيه أو تسيبه يدفنك تحت أفكارك القديمة.
فاكر لما قلت لك في البدايه ان وزنه كيلو ونص؟ صدقني الوزن الحقيقي مش في الكيلو، الوزن في قد ايه عقلك قادر يغير الكون حواليك. وافتكر دايما ان العظمه مش انك تمتلك عقل، العظمه الحقيقيه انك تعرف تستخدمه ازاي. وبس كده خلص الفيديو، ولو وصلت لحد هنا انت اخويا، بس ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك. اشوفك فيديو جديد، سلام.